مشاهدينا ومشاهدي قناه المصرية في كل مكان، اهلا بحضراتكم يوم جديد وحلقه جديده برنامجكم بلاتو. النهارده موجودين مع حضراتكم مع ابطال مسلسل نابليون والمحروسه، المسلسل بطوله النجمه الكبيره ليلى علوي وشريف سلامه واشرف مصلحي وعدد كبير من النجوم، اخراج المخرج الكبير شوقي المجري. تعالوا مع بعض نشوف نجومنا قالوا ايه عن مسلسل نابليون والمحروسه من خلال برنامج بلاتو. في البحر. ارجع يا بابا. Les 40 siècles de civilisation dont Bonaparte avait parlé pendant la bataille d'Ambaba, je les ai complètement oubliés. Qu'est-ce qu'on fait nous quand on traverse les villages? Les pauvres gens, on les brûle comme les Mamelouks ont déjà fait avant nous. Qu'est-ce qu'on fait ici pour les Français? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est là pour la gloire de la France. La gloire de la France au prix de la vie des autres. Quelle gloire! We are now in Brooklyn. تصور من تجربة ضيفنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو النجم المتألق أشرف مصلحي. أهلا بيك معنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو، ومبروك مسلسل نابليون والمحروسة. الله يبارك فيك وميرسي. يعني السنة دي لاحظنا في رمضان ما شاء الله تألق في العديد من الأعمال المتميزة، على رأسهم طبعا نابليون والمحروسة، إنه عمل فني إنتاج ضخم، مجموعة من النجوم الكبار، على رأسهم طبعا النجمة الكبيرة ليلى علوي وشريف سلامة وأشرف مصلحي وكل النجوم الجمال. ويمكن انت مشارك السنه دي كمان في ابن موت، برضه دور مختلف. كلمني عن نابليون والمحروسه من وجهه نظرك الفنيه ومشاركتك في عمل ضخم زي ده. شايف وانت بتتفرج كده على الحلقات ومتابع احداث الحدوته نفسها، من وجهه نظرك شكلها عامل ازاي؟ بص، انا من اسعد الحاجات اللي حصلت لي ان انا اتشرفت بمشاركتي في مسلسل بالضخامه دي، نابليون والمحروسه، مع الاستاذ شوقي المجري، مع كرو ناس سوريين جايين بيعملوا هنا في مصر، ممثلين معظمهم مصريين، في فرنسويين وفي سوريين وفي مجموعه دول عربيه كتير، بيعملوا عمل ملحمي. احنا بنتفرج على وقت الحمله الفرنسيه في مصر، وجود بونابرت في مصر، حقيقه شايفينه بشكل مختلف، شايفين صورة على شاشة التلفزيون للدراما الرمضانية، صورة زي ما بنقول عليها الفيديو، متطورة جدا. احنا بنتفرج على كل حلقة كأنها فيلم السينما. معنا الأستاذ صلاح طعمة مشرف العام على الإنتاج، عامل مجهود ضخم جدا. الناس كلها بتتكلم على نابليون والمحروسة من الصورة ومن الدراما اللي موجودة جوه العمل. الدكتور عزة شلبي، للإخراج، للإضاءة، للممثلين، للفنيين، كل الفنيين اللي ورا الكاميرا عاملين مجهود جامد ان العمل يطلع بالشكل ده. انا فرحت جدا، فرحت ان انا اشتغل مع استاذ شوقي المجري. وعايز اقول حاجه، انا كنت جاي عشان اشتغل، جات لي اول 13 حلقه، فاتقال لي ان هو 13 مشهد ضيف شرف، فانا قلت لا، في عمل بالضخامه الانتاج دي ومع الاستاذ شوقي المجري فهعمله. قالوا لي الحلقات الباقيه هتيجي، يمكن تظهر، المفروض بعد 13 حلقه بسافر، والمفروض ان انا برجع بعد، هظهر في مشهد 2 كده، الحلقات لسه بتتكتب وبتيجي.
فاتفاجئت ان انا عندي بعد ما جت الحلقات من حلقه بقى ال 18 لحد الاخر عندي تقريبا 150 مشهد. فبقيت فعلا ان انا بشارك بشكل اكبر ودي حاجه فرحتني جدا، وبقى العمل اللي انا مهتم بيه جدا جدا جدا. وحاسس ان هي فرصه بالنسبه لي كممثل، دي فرصه كويسه. انا اتعرفت بالناس دي، اتعرفت بالاستاذ شوقي، اتعرفت بجهه الانتاج، دي حاجه كويسه يعني. انا لن البس هذا الطيلسان. Vous me déshonorez, monsieur. Je me trouve combattre un fantôme à tous les mois. Il est comme le mirage du désert. C'est un fantôme. Madame Nafissa, vous avez des contacts avec les Mamelouks et monsieur Mourad Bey. Cela me choque, monsieur Dubois, que vous me traitiez comme une criminelle. لا بصراحة كده يا عم علي أنا مش مرتاح لطلوعك وشغلك مع الفرنسوية. انا بطلع اشتغل في ورشهم وارجع اكمل هنا. Exécute chaque homme qui se trouvera en possession d'armes. Que chaque maison d'où sera jetée une seule pierre sera brûlée sur le champ. اسمه كريم. انت واخد السنه من اولها على الحمل كده ليه؟ المصرية دي بيتي. ده ولد. الدور بقى والشخصية نفسها، يعني اختيارك للشخصية وهي يعني شخصية حقيقية ضمن أحداث يعني نابليون والمحروسة. فكلمني عن الشخصية نفسها وانت بتتفرج عليها. الشخصية أنا اللي لابسها دلوقتي، لابس الشخصية يا جماعة، ناقص بس الشنب، محطوط لي شنب. يعني حكايتها يعني هو بص، هو من عائلة الحداد. أنا بعمل محمود الكبير، إن في محمود الصغير ده ابن أختي اللي بتقوم بدوره فرح يوسف. ليه أحداث. هو حد من أهل المحروسة اللي بيقفوا قدام بونابرت في دخوله لمصر، وهو دراع اليمين للسيد عمر مكرم. انا من الفاشن لهجة الصعيدي. يعني حابب الناس، ما بعرفش احكي كتير عن دوري يعني، بس حابب الناس تشوف وتتابع يعني. اخبار ابن موت بقى معاك ايه؟ كنت عايز اقول على حاجه بس على نابليون بونابرت. نابليون يمكن الناس بصت له كحدث تاريخي. يمكن في البدايه كان الناس ما عندهاش الحماس الزياده ان هي تتابع نابليون وسط يعني يمكن الاعمال التاريخيه ما بتاخدش حقها برضه بالظبط كده. وسط ما ان هو في مسلسل للسقا، وفي الاستاذ عادل امام، وفي الاستاذ محمود عبد العزيز، والاستاذ نور الشريف، ومحمد سعد، والنجوم الكبار دول، ويسرا ونور يعني مش عايز انسى حد. كل نجوم مصر تقريبا عاملين دراما. الا انه بدا الحوار بيدور ان يا جماعه ده في حاجه اسمها نابليون والمحروسه، عمل ضخم جدا. فبدا الناس بتتكلم عليه، الناس اللي هم بداوا تابعوا وشافوا في اجماع ان احنا هنتابع المسلسل ده بعد رمضان بشكل الفرصه هتبقى اكبر. بشكل اكبر هيتابعوه. فدي حاجه كويسه ان العمل فرض نفسه يعني بكل النجوم الموجودين فيه. معانا مدام سوسن بدر، ومعانا الاستاذ هادي الجيار، معانا الاستاذ صبري عبد المنعم، وطبعا نجمتنا مدام ليلى علوي. يمكن ما تقابلتش معاها طول ما فيش مشاهد جمعتني بيني وبينها، بس انا سعيد جدا ان انا بشتغل معاها يعني. اتفضلوا معانا. ده شوري يجنني، ده اللي بيقول لي اللهجه الصعيدي، وفي معظم الاوقات انا اللي بصحح له بعد الدور مساعد مخرج يعني. الله يكرمكم والله. اتفضلوا معنا شاي. اتفضلوا. درجة الحرارة 46. شايفين لابسين ايه؟ اهلا بحضراتكم ويوم جديد وبرنامجكم بلاتو. وزي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفة. كلام معروف، هو تحرق الفيلم.
استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية في بلاتو. استنوني في بلاتو على المصرية. على المصرية واحنا كلنا بنحبه. شايف الفن هيتغير من وجهة نظرك؟ الفن عمره ما هيتغير للأحسن ولا للأسوأ؟ الفن هو الفن هيفرض نفسه انه يبقى احسن. اوقات ما انت اوقات في ظل الظروف اللي فاتت وفي ظل على مر السنين اللي فاتت الفن اتغير، ما كانش فيه مسببات عشان نقول لازم الفن يتغير. في اجيال بتيجي وفي اجيال بتواصل يعني وبتكمل، وفي اجيال بتسلم الرايه. فمفيش حاجه هتغير الفن متهيألي، وان شاء الله لو في تغيير يكون تغيير الاحسن. وانا فاهم مغزى السؤال، يعني هل وجود الاخوان على الساحه دلوقتي ده هيغير الفن؟ انا ما اعتقدش يعني. ابن موت بتتابعه يعني؟ بص بحاول الاعمال بقى بعد رمضان هيبقى اكبر ولا؟ بحاول اتابع. انا بشتغل ليل نهار عشان نخلص نابليون. زي ما قلت لك ان المسلسل ضخم جدا، ناقص لنا مشاهد. يمكن احنا داخلين على الديكور بتاعي الاساسي زي ما بقول لك، عشان انا بعمل اخر حلقات فتبقى مضغوط بقى، مضغوطين. فكان موجود. عايز اقول لك المشهد اللي احنا داخل اعمل بروفته دلوقتي ده هيتذاع بعد بكره ان شاء الله. فمش عارف اتابع قوي، بس انا عملت ابن موت واتشرفت ان انا اشتغلت مع الدكتور سمير سيف وخالد نبوي والكاست الحلو بتاع ابن موت. انا دوري كان بينتهي عند الحلقه السابعه ان انا بتقتل. وعندي شغال دلوقتي بيتعرض لاختي تريز مع النجمه حنان ترك والمخرج حسام الجوهري، وده مكمل ما متش لسه الحمد لله. يعني بجد والله ما شاء الله عليك يا اشرف، يعني مزيد من النجاح والتألق من خلال اعمال كتيره متميزه، وان شاء الله برضو نابليون حقق نجاح في رمضان، وان شاء الله بعد رمضان هيحقق نجاح كبير. بنبارك لك على نابليون والمحروسه، وان شاء الله نقابلك في الاستوديو مع كل كاست العمل نتكلم عن كل الاعمال الدراميه اللي تألقت فيها من خلال مشاركتك في رمضان، وبالتوفيق ان شاء الله. بس كلمه اخيره تحب تقولها لكل المشاهدين شاشه المصريه وبرنامج بلاتو عن عمل نابليون والمحروسه وابن موت وكل الاعمال اللي اتذاعت في رمضان، تحب تقول ايه للمشاهدين؟ اقول للمشاهدين كل سنه وانتم طيبين الاول، وحاجه حلوه ان يبقى في اعمال كتيره قوي، وحاجه حلوه ان في تنافس كبير قوي، ومنها انتم بتقدروا تقيموا الاعمال، وان شاء الله مصر تفضل بخير والفن يتقدم ويبقى في طريقه للاحسن. كل سنه وانتم طيبين. هنروح على فين يا شيخ حازم؟ الظاهر ان قدرنا واحد. ضيفتنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو الفنانة المتألقة سهر الصوايغ. أهلا بيكي معنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو، ومنورانا النهاردة من أبطال مسلسل نابليون والمحروسة. مبروك العمل. ربنا يخليك، منور، وكل سنة وانتم طيبين، ومبروك علينا كلنا المسلسل. ربنا يخليك. يمكن ما شاء الله كنت متألقة في الحارة، والسنة دي عدد من المسلسلات المهمة جدا زي نابليون والمحروسة، وغدا يأتي النهار أو يأتي النهار مع الأستاذ محمد فاضل من المسلسلات المهمة جدا برضو، بيتكلم عن النظام السابق بكل رموز والفاسدين. ويمكن كمان بتعملي سيدنا السيد مع أستاذ جمال سليمان. السنة دي في رمضان الحقيقة كان في
عدد كبير من المسلسلات وزحمه كبيره، بس الحاجه الكويسه قدرت ان هي تثبت نفسها من خلال تألقها، ويمكن اشرف مثالها هيوجد عليك دلوقتي. هتعمل حوارات من ورايا يا وليه. ده اجواء التصوير يا جماعه. ف يعني ما شاء الله نابليون من الاعمال المهمه جدا جدا. كلميني عن اشتراكك في عمل تاريخي كبير انتاجيا ومضمونا مع النجمه الكبيره ليلى علوي. بص المخرج الكبير شوقي المجري كمان. طبعا انا اول مره اعمل تاريخي عامه، فالتجربه بالنسبه لي كانت جديده، والحمد لله اول مره اعمل تاريخي. يعني انا من حظي ان انا شاركت في مسلسل زي ده. انا بتهيألي في وجهه نظري اي حد شارك في المسلسل حتى لو بمشهد فهو كسب، لان المسلسل ده يعني حاجه للتاريخ طبعا. فالحمد لله انا شاركت بدور لطيف، قدرت اقول من خلاله حاجه. الحمد لله المسلسل يعني في يعني اراء الناس عنه كانت جميله الحمد لله يعني. Les 40 siècles de civilisation dont Bonaparte avait parlé pendant la bataille d'Ambaba, je les ai complètement oubliés. Qu'est-ce qu'on fait nous quand on traverse les villages? Les pauvres gens, on les brûle comme les Mamelouks ont déjà fait avant nous. Qu'est-ce qu'on fait ici pour les Français? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est là pour la gloire de la France. La gloire de la France au prix de la vie des autres. Quelle gloire! طالعه المفروض انت كنت طالعه مرات اشرف مصلحي وبيحصل مواقف بقى لطيفه. كلميني عن يعني وانت بتتفرجي على العمل نفسه وبتفتكري بقى كواليس كل مشهد من المشاهد اللي تم عرضه في رمضان يعني. بص هو انا اول مره اشتغل مع اشرف، يعني اشتغلت معاه بس ما تقابلناش في التصوير. هو حد جميل قوي بس للاسف انا مشاهدي معاه مش كتير، يعني دي حاجه ضايقتني. بس المسلسل زي ما انت بتقول انا لما بفتكر كواليس واحنا لسه بنصور زي ما انت شايف في الاواخر بس لما بتفرج وبفتكر بقى اللي عملناه بفتكر قد ايه تعبنا يعني. بجد المسلسل ده كل اللي فيه تعبوا قوي سواء قدام الكاميرا او ورا الكاميرا. الحمد لله ده طالع باين يعني. ذاكرتي شخصيتك ازاي بقى يعني، او شايفاها ازاي وانت بتتفرجي عليها؟ شايفه كان ناقصها ايه او كان زياده في ايه، او هي كانت مظبوطه؟ يعني زي ما تعملي الشاي كده بتحسي ان السكر زياده ومظبوط. فيعني بص هقول لك حاجه، انا الشخصيه دي ذاكرتها بطريقه مختلفه شويه عن اي مسلسل عملته قبل كده، لان انا حسيت ان انا ما ينفعش اذاكر الشخصيه دي لوحدها. هي حكايه على بعضها، هي يعني فتره من التاريخ لازم تعرفها. يعني هي الشخصيه مش بتاثر في الاحداث لوحدها، فاهم اقصد ايه؟ هي حكايه مصريه، ازاي الناس دي كانت بتتعامل وازاي الناس دي كانت عايشه في الفتره دي. من كان في ظلم طبعا. يا ده انا عرفت حاجات. ايه اللي عرفتي؟ لا يعني كان لسه ما عندناش اي حاجه خالص، وكان يعني من اتراك لمماليك لفرنساويين، لا ما كانش حد سايبنا يعني. احتلال يعني الناس المصريين دول كانوا اكتر ناس مأذيه يعني. التعامل مع شوقي المجري طبعا مخرج كبير، ويعني قدر ان هو برضو يحقق نجاحات. هو مخرج الاعمال الصعبه برضو. ده حقيقي. يعني انا بفتكر دايما ابراهيم السويدي وشوقي المجري في اللي هم بيحبوا الاعمال اللي فيها شقه يعني شويه. ف يعني اخبار التعامل مع الكاست ايه؟ كان عامل ازاي معاك والتوجيهات هو حد هادي قوي وحد فنان بجد بجد يعني. بعينيه يقول لك هو عايز المشهد ده يطلع ازاي. وانا زي ما انت بتقول كده قبل ما اشتغل معاه عارفه ان هو بقى المعارك بس برضو ما تخيلتش اللي انا اتفرجت عليه بجد. يعني بقول له ما شاء الله عليك. انا لن البس هذا الطيلسان. Vous me déshonorez, monsieur. Je me trouve combattre un fantôme appelé Mourad. Il est comme le mirage du désert. C'est un fantôme. Madame Nafissa, vous avez des contacts avec les Mamelouks et M. Mourad Bey. Cela me choque, Monsieur Dubois, que vous me traitiez comme une criminelle.
لا بصراحه كده يا عم علي انا مش مرتاح لطلوعك وشغلك مع الفرنسويه. انا بطلع اشتغل في ورشهم وارجع اكمل هنا. Exécute chaque homme qui se trouvera en possession d'armes, que chaque maison d'où sera jetée une seule pierre sera brûlée sur le champ. زوروني على شاشة المصرية في بلاتو. استنوني على المصرية في برنامج بلاتو. استنوني على الفضائية المصرية. استنوني على المصرية برنامج بلاتو. نيكول سابا. استنوني على الفضائية المصرية وبرنامج بلاتو. استنوني على الفضائية المصرية في برنامج بلاتو. جمال سليم. معظم شغلك مع مين؟ مع الجميلة يعني اجمل فنانه في مصر من وجهه نظري سوسن بدر. طبعا دي امرايه كانت طالعه برضو مامتي في الحاره. دي حبيبه قلبنا دي حقيقة. سوسن طبعا. لا هي حد جميل قوي وبتدي الشغل، يعني لو انت وصلت مثلا بتمثيلك ل 60% هي تديك توصل لل 140 يعني. حد فاهم والحلو ان لما يبقى في كيمياء ما بين النجوم الشباب والنجوم الكبار فبتلاقي هم برضو بيساعدوا يعني بيدولك توجيهاتهم، بيدولك الاحساس نفسه. أكيد. تاخدي منهم برضو يعني لما يبقى في كيمياء فبتعرفي تحسي انك بتبقي مرتاحه. اكيد يعني. وكمان بتبقى عارف زي اللي يقولك ايه، انت مسنود على ارض صلبه يعني. لو في حاجه كده يعني تسالها دي تتعمل ازاي، طب الحاجه الفلانيه دي المود ده ينفع بالطريقه الفلانيه ولا بالطريقه الفلانيه، اكيد يعني. غير لما يبقى في توتر برضو بيفرق يعني، بيخليكي مش بالظبط يعني. انا من الحاجات اللي اتبسطت جدا ان انا طالعه بنتها، لان انا طالعه من الحاره، انا خلاص بقى احنا واخدين على بعض والحواجز بينا اتكسرت يعني، دشدشت يعني. الكواليس بقى عامله ازاي؟ كانت عامله ازاي في نابليون مع كم النجوم دول؟ من احسن الكواليس اللي اشتغلت فيها، لان الكاستنج معمول حلو قوي. لو شفت المسلسل هتلاقي ان عيله الحداد كلها لايقه على بعضها جدا. استاذ هادي الجيار حد اول مره اشتغل معاه، حد فوق الرائع. كان فعلا عامل دور الاب حقيقي في البلاتو وفي التصوير، هو كان ابونا يعني. وبهاء ثروت وشريف سلامه، يعني العيله لايقه على بعضها. فكنا وقضينا وقت طويل يعني، فخلاص بقى لو مش قادرين نسيب بعض يعني. الجديد معاكي اللي انت بتستعدي له ايه؟ داخله ايه؟ بتجهزي ايه؟ لا بص، هو لسه اللي هو ياتي النهار بتاع استاذ محمد فاضل في حبه حلوين يعني، لسه ما تصوروش حبه كتير. لسه جديد بقى رمضان الجاي الله اعلم، ما اعرفش يعني. ان شاء الله بالتوفيق، ونورتينا النهارده على شاشه المصريه، ومبروك نابليون والمحروسه، وكمان سيدنا السيد، وياتي النهار بقى بس ده رمضان اللي بعده ان شاء الله باذن الله. ويعني بالتوفيق. بس كلمه اخيره تحب تقوليها لكل مشاهدين شاشه المصريه وبرنامج بلاتو عن كل الاعمال اللي انت شاركتي فيها، فتحبي تقولي لكل المشاهدين عن الاعمال دي كلها؟ كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل اللي شغالين في المصريه طيبين وبخير يا رب. انا مبسوطه جدا ان انا السنه دي فعلا اشتركت في مسلسلين حلوين قوي مهمين جدا، واتمنى ان انتوا تشوفوهم اكتر. لو انتوا يعني ما قدرتوش تتابعوهم كويس في رمضان، شوفوهم اكتر بعد رمضان، وان شاء الله يعني الخير يبقى لينا كلنا باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. كان في حاجه يعني قبل ما انهي مع حضرتك نقول بقى في حاجه. لا طب تعالى بقى نكمل معاهم. كل سنه وانتم طيبين مشاهدي الفضائيه المصريه وبلاتو، محمد سماحي وكل اللي موجودين واللي بيصور واللي قاعد عمال يبص لي حاجات غريبه. بشكركم على الزياره الجميله دي. بطل برضه، خلي بالك الدور الجاي هتلاقيه حلقه اقرع عشان اصحى بقى وبلاش تصدق. ايوه لا 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 لا. برنامج شيق جدا، برنامج يعني
إننا فيه. استنوني على المصرية في برنامج بلاتو مع محمد سماحي. مشاهدينا كده بتكون خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده من خلال نجومنا اللي نورونا على شاشة المصرية. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد ونجوم اخرين وحلقة جديدة برنامجكم بلاتو.